غلطة كبيرة بشوف ناس بتعملها وهي بتحاول تعمل إعلانات على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام بتاعها، إن هي بتدوس على زرار البوست أو بتدوس على زرار الإعلانات اللي هو بيبقى تحت الصورة مباشرة على صفحة الفيسبوك. في الحقيقة ده مش زرار إعلانات، ده زرار هدفه إن هو بياخد منك فلوس عشان يجيب لك لايكات وكومنتات. ولو انت بتدير بيزنس او بتدير شركة، فانت مش عايز لايكات ومش عايز كومنتات، انت عايز عملاء وفلوس. وخليك فاكر ان زرار البوست ده مش بيديك تحكم حقيقي، مش بيديك نظام اعلانات حقيقي، هو بيديك بس ان هو بيوسع دايرة الناس اللي بتشوف الصورة او المحتوى بتاعك، وكل اللي هو بيجيبه لك زي ما قلت شوية لايكات واعجابات. اسرع حل لازم تبدأ تشتغل دلوقتي على ميتا بيزنس ادز، وتبدأ تدخل على مدير الاعلانات وتعمل مجموعة اعلانات للبيزنس بتاعك عشان تبدأ تستهدف وتبدأ تتارجت ناس اللي مهتمة فعلا بالمنتج والخدمة اللي انت بتقدمها. كمان لازم تبدأ تعمل رحلة كاملة للعميل من بداية ان هو يعرف عن البراند بتاعك وازاي يثق في خدماتكم او منتجاتكم عن طريق تقديم اراء العملاء، وبعد كده تقدم له عرض بسعر معين يجذبه للخدمة او المنتج اللي انت بتقدمها. وزي ما قلت لك، موضوع الزرار البوست اللي بيبقى فيه الفيسبوك او بوست الفيسبوك ده مش بيبقى اعلان بشكل كامل، ده بيبقى حاجة لتحسين الرؤية او لزيادة الريتش، الناس تبدأ تشوف المحتوى بتاعك، انما هو مش اعلان حقيقي ومش سيستم اعلانات تقدر تصرف عليه فلوس وتكبر الاعلانات اللي انت بتقدمها، ويبدأ يبقى فيه ناتج فعلا وعملاء فعليين من الاعلان ده.